السادة الأعضاء، تحت رعاية المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشباب والرياضة والسادة أعضاء المجلس، تقدم اللجنة الاجتماعية حفلها الشهري لأغاني الزمن الجميل. ونرحب بالحضور اليوم الأستاذ طارق الوكيل وكيل مجلس الإدارة، والأستاذة الدكتورة خيرية السكري عضو مجلس الإدارة. أهلا بيكم، كل سنة وأنتم طيبين. نقدم لكم فرقة الموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمود أبو زيد. كل سنة وانتم طيبين. رمضان على الأبواب. قلت لكم قبل كده ما بحبش تبقوا بعيد عني أوي كده، بس هنحاول إن احنا نكون قريبين منكم يعني. طب أنا عايز أسمع سقفتكم بس الأول قد إيه عشان النهارده البرنامج بتاعنا مليان شوية، في أصول كتير، وفي عبد الوهاب وفي فايزه وفي ورده وفي اغاني كتير النهارده هتقدم. ارجو ان احنا ان شاء الله ربنا يوفقنا ونفوز بعجبكم النهارده، عشان انتوا اجمل واصعب من ورا. كل سنه وانتم طيبين. نتمنى لكم سهرة سعيدة مع الموسيقى العربية. ونحيي أستاذ مصطفى إدريس المدير التنفيذي لنادي سموحة. أهلا بك.
وصحانا يا صباح الخير يلي معانا الكروان غنى وصحانا والشمس طلعت ورانا والطيرة يتسرحب بزمان يلا معانا يلا معانا يلا معانا يا صباح الخير
هي صعبة جدا. إرضاك يا خالتي وصوت زاهي عليك.
شوي شوي.
سمرة يا سمرة جميع الأبناء كان محمود. كان النهارده المفروض يأديها طارق فاضل نظرا لظروف ما جاش، لكن في نفس الوقت أديها لنا النهارده بصوت مروان عبد الوهاب. الصبح
على عش الحب وطير يا حمام وبسنت هائل.
انت عمري كان لقاء سحاب بين سوق وموسيقار الرجال محمد عبد الوهاب، وطلب خاص من الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، احمد شفيق كامل ومحمد عبد الوهاب، وصوت آلاء ايوب.
طيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الأعضاء، أهلا ومرحبا بكم في ناديكم العريق نادي سموحة. تحية لنادي سموحة. كل عام وأنتم بخير بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، ولعلكم تلاحظون في هذه الأيام تكثيف الأنشطة الفنية والثقافية، ولعلكم تلاحظون أيضا هذا الجمال الذي نراه ونعيش فيه، وكل يوم في جديد في نادي سموحة. والحقيقة المهندس محمد فرج عامر كلفنا وأكد علينا بزيادة الأنشطة الثقافية والفنية للأعضاء، وألا يقتصر النشاط على النشاط الرياضي فقط، ولكن لكم الحق الكامل في التنشيط الثقافي والفني. فشكرا للمهندس فرج عامر. إن شاء الله تتوالى حفلات ليالي الصيف. بكرة بإذن الله عندنا مطرب بنستضيفه لأول مرة هنا على هذا المسرح، يقدم لنا أغانيه العظيمة والجميلة. هو المطرب الشاب حمدي سراج. إن شاء الله بكرة من خلال حفل حمدي سراج عندنا مسابقة ثقافية فنية. المسابقة لها جوائز قيمة فورية. نص الجوائز هغششكم عشان تكسبوا. أنا عاوزكم تكسبوا والله كلكم. اللي هيذاكر تاريخ نادي سموحة، تاريخ نادي سموحة من نشأته الأولى، واللي هيذاكر إنجازات النادي هياخد جوائز كتير قوي، لأن معظم الجوائز على نادي سموحة، ناديكم العريق الجميل اللي أصبح من أعظم نوادي الشرق، نادي سموحة. إن شاء الله بإذن الله نلتقي غدا مع المطرب حمدي سراج والجوائز الفنية الثقافية، والليلة نكمل استمتاعنا بهذه الألحان الجميلة مع المايسترو العظيم الأستاذ محمود أبو زيد. شكرا لحضراتكم. أحب أن أنوه أيضا إلى أن شهر رمضان بإذن الله هيبقى فيه نشاط الخميس والجمعة والاثنين والأربع بإذن الله. اللجنة الاجتماعية مع لجنة المسرح والموسيقى ستقوم بالأنشطة الفنية والثقافية طول شهر رمضان المبارك. أرجو لكم صياما مقبولا إن شاء الله، ودعوات صالحة في هذا الشهر الكريم. وابعدوا عن المسلسلات اللي مش حلوة. أنا ضد الفن القبيح. أرجوكم، شهر العبادة أو شهر المسلسلات بالرغم من اشتراكي فيها، لكن كان زمان الفن، كان زمان. دلوقتي الفن الحقيقة أنا معترض عليه جدا. وأرجوكم يبقى شهر عبادة وشهر للترفيه الخفيف الذي يستدعي منكم أنكم تعظموا هذا الشهر الفضيل. وكل سنة وانتم طيبين.
رجعنا لكم تاني وهنقدم لحن هو سهل لكن ممتع. أنا في انتظارك وأحمد زكريا. نسيت وشافوني قالوا يا ليه يا
هجرتك يمكن انسى هواك واودع قلبك ناسي، لقيت روحي في عز جفاك بفكر فيك وانا ناسي. أغنية عربية.
الحب كله في يوم وليلة. أنا وحبيبي حبيبي حبيبي دوبنا عمر الحب كله في يوم وليلة. عمري ما شفته ولا قابلته وياما ياما شغلني طيفه. عمري ما شفته ولا قابلته وياما ياما شغلني طيفه.
وتشوفني والقدر الحلو جابني الحلو جابني وجابك علشان تقابلني جابك علشان تقابلني يا حبيبي كنت وحشني من غير ما اشوفك وتشوفني يا حبيبي كنت وحشني من غير ما اشوفك وتشوفني والقدر الحلو جابني الحلو جابني وجابك علشان تقابلني وجابك علشان تقابلني اتارينا كنا تايهين ولقينا احلى ايام ليالينا واحنا فيها لوحدينا ومين يصدق يجرى ده كله ونعيش سوا العمر كله بيوم وليلة ليلة 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 على مين على مين على مين؟ تبيع الوهم المين؟ جاي تبيع الميه حافظ عين ومنار
نجم المتذوق عادل عيان.